السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ربنا يبارك في حضراتكم. ان شاء الله بإذن الله هقدم مع حضراتكم النهاردة طريقة عمل عيش الفينو. عيش الفينو سهل جدا وطريقته سهلة جدا، يا رب بس تعجب حضراتكم. يلا بقى حبايب قلبي نقول المقادير. معايا هنا باكو خميره بيعادل معلقه كبيره. معايا هنا معلقه سكر كبيره، معلقه لبن بودر كبيره. اللبن البودر اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه براحتك، ده اختياري. معايا هنا معلقه صغيره بيكنج باودر. لو هتعملي كيلو دقيق بتضاعفي كميه المقادير دي، يعني بتحطي معلقتين صغيرين بيكنج باودر لو هتعملي كيلو دقيق. معايا هنا 4 معالق زيت. معايا هنا معلقه خل كبيره، معلقه خل كبيره، ده بديل المحسن. معايا هنا كوبايتين ميه. معايا هنا نص كيلو دقيق وعليه رشه ملح منخول طبعا. انا نخله مرتين، انخلي دقيق مرتين هتفرق قوي في طعم هتفرق قوي في جوده العيش. يلا حبايب قلبي نبدا نشتغل. اول حاجه حبايب قلبي هنحطوا نص كميه الميه بالشكل ده، او يعني شويه ميه كده دافيه، طبعا الميه دافيه حبايب قلبي. هنجيبوا بقى السكر واللبن البودر والخميره هنحطهم بالشكل ده. التركيه دي مهمه جدا، التركيه دي مهمه جدا حبايب قلبي. عليها بقى معلقتين دقيق كده، هنحط معلقتين دقيق. بتحطي الخميره مع البيكنج باودر، اسفه الخميره مع اللبن البودر مع معلقتين السكر الكبار، اسفه مع معلقه سكر كبيره. لو هتعملي كيلو دقيق بتحطي معلقتين كبار، يعني بتضاعفي الكميه اللي انا حطاها. انا عامله المقدار ده على نص كيلو دقيق بس. شايفين انا بدوب بالشكل ده اهو حبايب قلبي، دوبتها بالشكل ده. هنسيبوها بقى بتسيبيها حوالي 10 دقايق كده او 5 دقايق لغايه ما الخميره تتفاعل. اول ما تتفاعل هرجع لحضراتكم. اهو حبايب قلبي شايفين ما شاء الله الخميره اتفاعلت جدا. شايفين لما تتفاعل بالشكل ده، يلا بقى لما تتفاعل بالشكل ده اشتغلي بيها على طول. خلي بالك من التركيه دي، لازم تعمليها لان دي اللي بتدي نتيجه حلوه قوي قوي للعيش الفينو. يلا حبايب قلبي هنحط بقى الخميره اهو حبايب قلبي. انا حطيت طبعا الخميره اهو، وهنحط دلوقتي، انا حطيت دلوقتي معلقه السكر، اسفه معلقه البيكنج باودر الصغيره. هنحط بقى عليها الخل بالشكل ده. الخل ده طبعا بديل المحسن، هما في الفرن بيحطوا محسن. الخل هنا بديل المحسن. هنقلب الخليط بالشكل ده. طبعا الميه ممكن احط الميه كلها وممكن ما احطهاش، يعني على حسب هشوف الدقيق هياخد معايا قد ايه. نقلب الخليط بالشكل ده وبعدين نعجن بايدي حبايب قلبي اهو. حبايب قلبي انا قلبت العجينه بالشكل ده. هنحط بقى الميه واحده واحده اهو، حطيت شويه شويه اهو ونعجن. نبدا نعجن بالشكل ده، يعني حط الميه شويه شويه واعجني. شوفي هتاخدي ميه قد ايه، لان في دقيق بيشرب الدقيق، في ميه قصدي، في دقيق بيشرب الميه يعني، وفي دقيق ما بيشربش. في المرحله دي بقى حبايب قلبي انا هحط الزيت بالشكل ده. بعد ما تعجني بالشكل ده حطي الزيت على طول اهو. شايفين تبدا بقى ايه تطرى معايا اهو حبايب قلبي. انا نزلتها على رخامه بالشكل ده اهو، على رخامه بالشكل ده. شايفين هي ما شاء الله اصلا من قبل ما اعجنها، شايفين ما شاء الله طريه اصلا. الميه اخدت قد ايه حبايب قلبي اهو، كوبايتين، يعني قولي كوبايه ونص كده، يعني خدت بالظبط كوبايه ونص ميه على نص كيلو دقيق. زي ما قلت لك نوع الدقيق بيختلف. يعني شايفين ما شاء الله اهي طريه، تعمل معاكي عرق كده. هي ما شاء الله جميله جدا الحمد لله.
انا بقى هسيبها قد ايه تختمر يعني. هنسيبها لمدة ساعة. تسيبيها لمدة ساعة كاملة. من نجاح العيش معاكي انك تسيبيه يختمر يعني مدة كافية، يعني مدة كده حلوة علشان يطلع معاكي نتيجة كويسة وترضيكي. انا بقى هنسيبه ساعة وارجع لحضراتكم. اهو حبايب قلبي اختمرت اهو بالشكل ده، شايفين ما شاء الله عليت جدا اهو. فضي بقى الهواء منها بالشكل ده اهو حبايب قلبي. انا حطيته على الرخامه بالشكل ده. بنفرده بقى بالمردانه. انا بفرده بالمردانه بالشكل ده. انا بحب اعمل التركايه دي في العيش الفينو، تبقى حلوه قوي. بتفرديه الاول بتنزلي كده العجينه على الرخامه، وبعدين بتفرديها بالشكل ده. تفرديها كده اهو حبايب قلبي. انا فردتها اهو بالشكل ده، شايفين ما شاء الله، شايفين حجمها ما شاء الله قد ايه. انا فردتها بالحجم ده. بعدين باجي كده، شايفين، باجي كده بلفها رول بالشكل ده. بتلفيها الرول بالشكل ده. ليه انا بعمل الخطوه دي؟ علشان يطلع معايا مورق، وفي نفس الوقت هش كده وجميل وزي القطن بالظبط. تطلع كده عجينه قطنيه كده جميله. شوف انا بقى قسمتها اهو حبيب قلب الرول على 2 عشان نعرف نقطعوها مع حضراتكم. انا بقى هنقطعها كده على كور، علشان هنقطعها كده، نقطعها بالشكل ده. طبعا حجم الرغيف الفينو يرجع لك، يعني عايزه تعمليه صغير عايزه تعمليه كبير براحتك خالص. يعني انا بنحبه يعني وسط، لا كبير ولا صغير اهو. شايفين انا دهنت ايدي حبايب قلبي مسحه زيت اهو. شايفين بنكوروها بالشكل ده، بتكوريها كده على شكل كوره اهو. شايفين اهو حبايب قلبي بالشكل ده، بتكوريها بالشكل ده. بعدين تحطيها على صينيه بالشكل ده. الصينيه تكون مدهونه مسحه زيت خفيفه قوي. انا بقى هنكورها بالشكل ده وارجع لحضراتكم اهو حبايب قلبي. انا كورتها كلها اهي بالشكل ده. انا بقى عندي اسفه عندي صينيه بالشكل ده، دي مدهونه زيت، بتدهنيها كده مسحه زيت. طبعا بتحطي العيش الفينو في اي صينيه عندك، اي في الصاج الفرن، مفيش اي مشكله خالص. انا هنعملها في الصينيه. هنبدا بقى ناخده اول كوره ونغطيها بالشكل ده علشان ما تنشفش منك. غطيها بالشكل ده، غطيها بفوطه، بورق ستريتش، بورق بلاستيك ستريتش، اي اللي يعجبك. ناخده بقى اول كوره عملناها مع بعض، تاخدي اول واحده عملتيها اهو حبايب قلبي. بنفرده بالشكل ده الكوره بالشكل ده، تفرديها بالشكل ده اهو حبايب قلبي. اهو حبايب قلبي نفردتها بالشكل ده. انا على فكره حبايب قلبي دهنه مسحه زيت على الرخامه علشان اعرف افردها بمنتهى السهوله. شايفين انا بنبرموها بالشكل ده، شايفه تبرمي بالشكل ده، شايفه تبرمي بالشكل ده لغايه ما يديكي شكل كده بالشكل ده. بعدين تقفلي بقى من هنا، تقفلي بالشكل ده. خلي بالك من التركايه دي، لازم تقفلي كده. تيجي هنا كده تقفلي بالشكل ده برضو لجوه كده. شايفين؟ يا رب بس تكون واضحه لجوه عشان تديكي بس ايه يعني شكل الفينو، شكل العيش الفينو بالظبط اهو. انا بنقفلوها كده لجوه، يا رب تكون واضحه اهو. بس شايفه تقفلي كده لجوه اهو. بنبرم وبعدين تبرمي كده، تاكدي ان دي مقفوله كويس عشان لما تيجي تبرمي اهو. شايفين اهو، شايفين؟ يا رب بس تكون واضحه معاكم مع حضراتكم اهو. شايفين تديني شكل الفينو بالظبط. شايفين اهو، عطاني شكل الفينو بالظبط
اهو حبايب قلبي، انا حطيت طبعا، انا عملت ديت مع نفسي، الاولانيه دي مع نفسي، دي انا عملتها معاكم دي. شايفين اهو، بس بتسيبي مسافه بين كل واحده والتانيه علشان لسه هتختمر تاني. خلي بالك بتسيبي مسافه بين كل واحده والتانيه عشان لسه هتعلى تاني. قلبي بالعيش الفينو الجامد ما شاء الله، جميل جدا جدا ما شاء الله، طلع تحفه وما شاء الله. شايفين الجمال. في ملحوظه بس حابه اقولها لحضراتكم. انا خبزته على فرن على درجه حراره 200. على فكره انا ما دهنتوش، درجه الحراره يعني بتديله لون طبيعي، بتديله لون. ما تدهنوش ولا حاجه، هو هياخد لون معاكي، ما تقلقيش خالص. شايفه بقى الجمال، شايفين ما شاء الله. هفتح لكم بقى واحد اهو حبايب قلبي، شايفين الجمال ما شاء الله. شايفين مفرغ ازاي، شايفين ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله، جميل جدا. شايفين الجمال، شايفين ما شاء الله، حلو جدا. افتح لكم واحد تاني اهو، شايفين هو بيتكلم عن نفسه بصراحه. شايفين ما شاء الله مورق من جوه ازاي، ما شاء الله، جميل جدا. شايفين الجمال. يا رب بس يعجب حضراتكم وطريقتي فيه تعجب حضراتكم يا رب. في ملحوظه حبايب قلبي، اول ما يطلع معاكي من الفرن تغطيه بالشكل ده بفوطه نظيفه، يعني بفوطه نظيفه بالشكل ده تغطيه على طول. هيبقى طري جدا معاكي وهيبقى جميل قوي ان شاء الله. يا رب بس الفيديو يعجب حضراتكم واكون ضيفه كده خفيفه على قلوبكم يا رب. ومتنسونيش بقى حبايب قلبي في اللايك والشير وكومنت كده جميل من حضراتكم. يا رب بس الفيديو يعجب حضراتكم. اعملي في البيت جميل جدا وهيوفر عليكي كتير قوي، ومش متعب ولا حاجه، بالعكس يعني الحمد لله عملته على طول. يا رب بس الفيديو يعجب حضراتكم، وما تنسونيش بقى حبايب قلبي في اللايك والشير وكومنت كده جميل من حضراتكم واشتراكاتكم الجميله. يا رب بس يعجب حضراتكم وطريقتي فيه تعجب حضراتكم وتجربوها. واستأذن حضراتكم بس تتفرجوا على الفيديو لان عشان حضراتكم تستفادوا. انا بنروح واشاهد واستفاد. يا رب بس الفيديو يعجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.